وهيا وهيا وهيا. هذا عيب، هذا عار. المواطن احتش بركة ما تتفرج. المواطن احتش بركة ما تتفرج. غابت كوزينة وغابت كوزينة وغابت كوزينة وغابت كوزينة. الموت طغى علينا. وهذه المسيره كان العنوان تاعها هو كفانا من الغلاء، كفانا من الزيادات الصاروخيه في اسعار المواد الغذائيه والمواد الاساسيه والمواد الاستهلاكيه والمحروقات بطبيعه الحال. كما كيعلم الجميع هذه الاسعار نتاع الخضار والفواكه والمواد الاستهلاكيه بلغت لواحد المستويات قياسيه، حيث فيها اللي النسبه نتاع الزيادات تجاوزت 300%. بالله عليكم كيفاش غادي يعيش هذا المواطن البسيط، خصوصا اذا عرفنا باللي ان القطاع الغير مهيكل هو اللي كيسود في هذه الجهه الشرقيه، باعتبار ان الجهه الشرقيه كتحتل الرياده في عدد العاطلين عن العمل، لان المسؤولين ما قاموش بالدور وبالوظيفه نتاعهم المطلوبه، ما شيدوش مصانع، ما شيدوش وحدات انتاجيه باش تمتص هذا الكم الهائل من العدد نتاع العاطلين عن العمل. وكنزيد نذكر بان هذا الشعار نتاع الدوله الاجتماعيه غائب بواحد الشكل كبير. بالوحدة والتضامن الإله يكون بالوحدة والتضامن الإله يكون. ولا بغيت كما نقولوا نوجه واحد البرقيه، هاد الدوله بركه ما تزعق علينا، بركه ما تضحك علينا، تقول لنا راه جايبات لكم اللجنه، ما جايبات لكم اللجنه. علاش راه جايبه اللجنه؟ واش اللجنه جايبها الشعب ولا تمشي تهضر مع الدوله اللي راه زايده في الاسعار ديال المازوت وزايده في الاسعار ديالها؟ لا صحة لا تعليم، هذا مغرب الله كريم. الساعة في القطاع الخاص 15 درهم، يعني ساعة تساوي كيلو بصلة، ساعة تساوي كيلو بصلة، وساعة ونصف إلا بغيت تاخذ اللوبيا ولا تاخذ الجبانة. يا سلام عليها يا سلام يا سلام. لقيت ماروكان الجوع وكان. نطالب الحكومة ونطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن يرفع هذا الظلم على المواطن المغربي وأن يخفض الأسعار. المعيشة دارت جنحين وكيف تعيش يا مسكين؟ كل جماعة ضربها مسدود وفي الطغيان فاتوا الحدود. والفساد لازم ينهار، والفساد لازم ينهار. هي صرخة من نبض الشارع تقول كفى للغلاء المتوحش، كفى لتغول هذه الأسعار، كفى لتغول مافيات المحروقات ومافيات التجارة بصفة عامة. أقسمنا ألا رجوع. جوج حاجات قدام السلطات المعنية: يعتقلنا فالسجن أحب إلينا من الإيمان بهذا الواقع.